السلام عليكم ورحمة الله. حاليا أنا في معلمة قشلة دار السلطان بأسفي. اليوم غادي نتحدث لكم على هذا الجناح اللي كيتسمى دار السلطان. لماذا سمي دار السلطان ومتى؟ هاد الدار هذه نشأت في هذه القلعة العسكرية اللي كانت قصبة موحدية، من بعد ولات قشلة أو قلعة برتغالية. وفي عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله تبنات هاد الدار السلطانية، حينما كان سيدي محمد بن عبد الله يعني في أواصر القرن الثامن عشر 1750 كان يعني أمير على أسفي والحوز ومراكش في عهد السلطان أبيه مولاي عبد الله. هذه هي الدخلة أو المدخل ديال دار السلطان. وهذا الكولوار من هنايا كنولجو ليها، كان عندها هذا الباب هذا وهذاك الباب من هنا. حنا ملي كندخلوا لهاد الدار السلطانيه كنلقاوها عباره عن فناء فيه اقواس جميله يعني مزينه بالجس، ومكتوبه الفوق العافيه الباقيه. فوق هنايا كنلقاو العافية الباقية، يعني كيتمناو السلطان دوام العافية. من غير هاد الفناء كنلقاو قاعتين. القاعة اليمين هي هذه، كانت عبارة عن قاعة ديال العرش أو استقبال السفراء، استقبال الوفود، استقبال حتى كذلك الساكنة. هي هذه حتى هي من الناحية المعمارية كنلقاو الخشب المزين المرسوم والمزين بأشكال هندسية ونباتية من التراث المغربي، وكذلك الجس في الأعلى، وكذلك أبواب خشبية جميلة جدا. وفي القبة ديالها كنلقاو يعني الخشب المزين بأشكال هندسية على نموذج الزليج المغربي. أسفل ديالو تلقاو دائما واحد الرسومات على الخشب وكذلك على الجس، ودائما كنلقاو العافية الباقية. هي هذه تقريبا جميع المناطق وجميع الجدران عفوا. وهاد الجزء هذا اللي كنلقاوه دائما في اسفل ديال الغرفه، عنده واحد، هو ماشي مدخنه، عنده واحد للتهويه. وهنا كتحط الشموع الكبيره لإضاءة هذه القاعه. القاعة الثانية اللي كنلقاوها على اليسار ديالنا ملي كندخلوا مع الباب هي هذه القاعة هذه اللي تسمى حتى هي قاعة يعني مستطيلة الشكل. إذا كانت هذه القاعة مربعة الشكل، فالقاعة على اليسار مستطيلة الشكل، وتقريبا نفس النمط المعماري، يعني مسقوفة بالخشب المرصع برسومات ومزين بألوان متعددة، وكذلك الخشب المنقوش والمرصع بزخارف نباتية وهندسية. الزخارف النباتية هي هذه، والزخارف الهندسية هي هذه. كما قلت لكم قاعة مستطيلة الشكل. تشوفوا معايا القبة ديالها يعني على شكل كما كنقولوا بالدارجة ظهر العود، أو بالفرنسية فوتون بيرسو. يعني خصنا نتخيلوا هنايا أن هنايا في الوسط كانت واحد الثريا معلقة هنايا تضيء المكان. وهنايا بالنسبة للإضاءة كذلك كنوجدوا هنايا هاد الزوج حامل يعني المشاعل هنا وهنايا، بخلاف هذيك القاعة الأخرى ما كنلقاوش هادوك اللي قلت لكم قبيله، اللي كانوا يكونوا هنا باش يدخلوا باش تحط فيهم الشمع، كاينينش هنايا.
كاين غير هذا حامل المشعل، 4، وكانت هنايا واحد الثريا. دابا غادي نديكم سوف نلجؤ الى احد القاعات المهمه في هذا الفضاء، هو حمام السلطان. هو هذا